تسويق بالبلدي. لسه في سلسلة الموارد المالية والفلوس للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهنشتغل ازاي من غير تصريح جمع مال أو بجمع مال. ببساطة تعالوا نعمل حاجة جديدة. انت الجمعية بتاعتك أصلا جمعية منتجة ولا من الجمعيات اللي قائمة على الشحاتة؟ يعني أنا عايز دايما تبرعات موسمية. لرمضان داخلين عليه فبنلم تبرعات، يوم اليتيم جاي عليه فبنلم تبرعات، عيد الأم بنلم تبرعات، عيد الاضحى بنلم تبرعات، نيو يير بنلم تبرعات. هل انت عايش بالكلام ده؟ يبقى انت جمعيه قائمه على الشحاته. احنا عايزين نخرج من القائمه على الشحاته دي لجمعيه ذات مردود مالي بتعمل مشروعات انتاجيه بتجيب موارد ماليه. تعال نزرع. تعال نزرع اول خطوه. مش هنقول زرع كبير، يعني احنا الموارد الماليه بتاعتنا ضعيفه احنا عارفين. بس تعال نخلي المشروع بتاعنا زراعه طبق السلطه، الورقيات بتاع طبق السلطه في الاسطح. يعني تعال نزرع اكل اورجانيك في الاسطح. كلنا عندنا مشكله، الاكل مرشوش، الاكل عليه مبيدات، الاكل مش اورجانيك. انت بتخاف على الصحه، بتخاف على صحه ولادك، مراتك، مامتك، اهلك، جيرانك، قرايبك. طب ما تيجي تفكر في الفكره دي. احنا هنبتدي نزرع اسطح منازل هيتم ايجارها او بالعمليه التشاركيه، سواء اسطح او بلكونات. يعني ايه المساحه المتوفره؟ ما تصعبش الموضوع على نفسك. انت بتعمل فكره بتبني استدامه، وفكره بتجيب فلوس، فانت بتبتدي لاكشن حقيقي وواقعي فالناس هتصدقك. مش لازم ابتدي في 1000 سطح، ممكن ابتدي بسطح واحد. دورة الزراعة 30 يوم أو 35 يوم، هجيب اتنين من المهندسين الزراعيين سواء بعملية تطوعية أو مكافآت مش كبيرة في الأول. وبعد كده هزرع الورقيات. الورقيات اللي هي الجرجير، الريحان، النعناع، الشبت، الحاجات بتاعه طبق السلطه. لما تزرعها اورجانيك انت دلوقتي اصلا عندك منتج عليه احتياج وعليه طلب من الناس. لو انت قلت انا هعمل سي مثلا الحزمه الورقيه بتاعه طبق السلطه سي مثلا باكس جنيه بالحجز، وتطلع الفيديوز بتاع الزراعه والانتاج والعمليه الاوليه، هتلاقي عندك حجز وهتشغل ناس في عمليه الدليفري كمان والتوصيل. يبقى انا وفرت عندي مصدر مالي من خلال تشغيل الزراعه، صح ولا لا؟ يبقى ممكن اسوق اسم المؤسسه او الجمعيه بشكل كويس يؤدي لبناء ثقه بيني وبين المجتمع، واقدر اعمل مشروعات تجيب فلوس ثابته وفلوس كتيره مش فلوس قليله بعد ما اكبر السكيل بتاعها. ليه؟ لان انا بقدم احتياج مطلوب. كده انا مؤسسه ذات كيان ليها دور وليها ارض. الارض ده هو البراند، البراند ده هو الثقه مش اللوجو. اللوجو ده هو الهويه التعريفيه، دي الصوره، انا بشوف صورتك فبعرف انت مين. بعد كده بعرف انت مين، قوي ولا لا، ضعيف ولا لا، سمعتك تمام ولا لا، مؤثر في السوق ولا لا، المجتمعي التنموي يعني بتعمل استدامه ولا لا، بتدور على الشو بس ولا لا، ولا انت من الناس الانتاجيه الحقيقيه. لما نوصل لمرحله ان انا انتاجي حقيقي، صدقني انت في الفتره دي وقت ما تيجي تقول انا عايز سبونسر هيجي لك سبونسر، انا عايز راعي هيجي لك راعي، هتلاقي ناس انفستور معاك اصلا عشان يكبر المشروع، لان هو نيد، هو احتياج. يبقى نبطل شحاته ونبدا زراعه وتسويق بالبلدي. كل سنه وانتم طيبين قبل السحور كده على السريع. باي باي.